السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده قلت اصور لكم فيديو كده، بقالي يوم تقريبا ما نزلتلكوش فيديوهات عن البط بتاعنا. ما شاء الله، الله اكبر، البط كله اهو من المكان ما شاء الله. المكان ضيق شويه عليه. دلوقتي حالا هنفتح الحجازه وهنوسع المكان كله دلوقتي. احنا دلوقتي هنعلف الاول، علفنا فعلا اهو، حطينا لهم اكل كده وعلفنا، وهنسقلهم ميه، وبعد كده هنوسع المكان عليهم دلوقتي على طول. ما شاء الله، الله اكبر، حجم البطه فرق جامد. الناس اللي شافونا في اول يوم لما كنا لسه منزلينهم صغيرين يشوفوا دلوقتي ما شاء الله، الله اكبر. فارق جدا جدا في الوزن وفي الحجم. شكله بقى اتغير تماما. يعني احنا لو عايزين نبيع دلوقتي هنبيع. احنا كنا منزلين يوم 2 في الشهر. النهارده كام؟ النهارده كام في الشهر؟ آه مش عارفه النهارده 7 ولا 8، والله ما عارفه. عموما النهارده الخميس. احنا كنا منزلين يوم 2 في الشهر. ما شاء الله، الله اكبر، البط فرق جدا. يعني هو ما بقالوش يمكن 5 ايام ولا حاجه. لكن ما شاء الله، الله اكبر، حجمه فرق جدا جدا. طبعا هو عطشان. احنا جايين نوسع، فهو بيحب الميه كتير اصلا البط ده يعني. فاحنا هنوسع، وبعد ما نوسع باذن الله هنسيبهم على السقايات كده، هنسيبهم على المسقى بتاعهم اهو. هنسيبهم على المسقى بعد كده. مش هنحط في السقايات ولا في العلافات، ولا هنحط في العلافات بس، مش هنحط في السقايات ميه يعني. فده هيبقى سهل بالنسبه لنا خالص، ان احنا مش هنسقي، وهنسيب الميه مفتوحه قدامهم ليل ونهار على طول شغاله. ما شاء الله، الله اكبر. يعني احنا كام يوم كده وهنفتح بيع فيهم على طول. مش هنخليهم يعني كتير باذن الله، يمكن نفتح على اسبوعين. فده ده مشروع دايما انا بقول عليه يعني، المشروع السريع حتى لو مكسبه قليل شويه، بس مشروع سريع. اصل تجديد الدوره ده بيدي طاقة إيجابية، إن أنت تربي وتكبر وتبيع، تربي وتكبر وتبيع. حتى زي ما قلت كده، لو مكسب البطة جنيه واحد بس مش مشكلة خالص، حلو قوي ورضا من عند ربنا. إن أنت تعمل المشروع. كبر يعني. أنت مش عايز تتعدلي؟ تتعدلي قومي اجري. ان انت تكبر المشروع وتبيع على طول. ان انت يبقى دايما عندك آه، في طاقة إيجابية شغالة على طول. مثلا ناس تيجي تقول ده احنا بننزل الدورة بتوع الشهرين فبنزهق ونمل والكلام ده كله. لا، انت مش هتزهق ومش هتمل. الدورة هتبقى 15 يوم بس. حتى زي ما قلت لكم، لو كل بطاية مكسبها جنيه واحد فده رضا من عند ربنا، حلو قوي على فكرة. احنا مطلوب مننا العمر ده دلوقتي كده، الحجم ده مطلوب جدا، لكن احنا هنستنى عليه شويه. احنا امبارح طلعنا منهم 500، بعناهم يعني لناس. ثواني بس بملى البرميل عشان هنسقيلهم ميه. الناس كانوا طالبين مننا بط عمر يوم، فما كناش لاقيين بصراحه. فبدانا ان احنا نطلع من ده، طلعنا 500 من البط ده كده. الناس اخدوهم على بعض يعني. يعني احنا لو عايزين نبيع العمر ده هنبيع عادي جدا. عمر 7 ايام يعني عمر اسبوع مثلا، هو دلوقتي تقريبا كده عمر اسبوع. فاحنا لو عايزين نبيع عمر اسبوع ده هيتباع. لو انت مثلا عايز تعمل المشروع ده، عايز تبيع كل اسبوع، هتبيع عادي جدا. البط مش بيقف خالص طالما البطه طردت الشر زي ما بيقولوا، يعني عدت عمر التحضير اللي هو اسبوع ده، خلاص انت ممكن تبيع في اي وقت. ممكن تبيع عمر اسبوع، ممكن تبيع عمر اسبوعين. مفيش اي مشاكل خالص. انا عايزه امسك لكم حاجه من البط بس طبعا بيجري يعني. هنشوف كده. تعالي، تعالي انت كمان. دي اللي قدرت امسكها بس اهي. بصوا ده حجم البطه اهي. طبعا في اكبر من كده وفي اعرض من كده بكتير اهو. ده حجمها اهو ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان ده مشروع سريع جدا جدا. حتى لو اي ست بيت عايزه تعمله على قدها، يعني بحيث ان هو ما يبقاش مكلف عليها، تعمل على قدها مفيش مشكله خالص. تعمل ايه؟ تنزل 100 بطايه زي ما انا نزلت على القناه التانية. بنزل 100 بطايه في البيت عندي. مش بكتفي ان انا ممكن اشتغل في المزرعه بس، لا انا بنزل 100 بطايه في البيت عندي، وبقوم بيعاهم برضو، بيعاهم بقى للاهالي جنبي.
بقى للاهالي اللي جنبي، يعني جيراني مثلا، اللي عايزه 10 اللي عايزه 15. طبعا ال100 مش شغلانه خالص، ومش حاجه صعبه، مش تسويق صعب خالص، ومش تكلفه جامده برضو. ال100 فرخه يعني انت لو حد عايز 10 هتدي له حد 10، يعني 10 تنفار كده هيقوموا شايلين ال100 من عندك. لو كل واحد عايز 10، في ناس بتاخد 50 وفي ناس بتاخد 100 على بعضهم. فمش مشروع صعب خالص، مش مكلف بالمره، مش بيحتاج رعايه وتحضير زياده. كل الحكايه برضو ان انت تحافظي على الفرخ. يعني احنا لحد دلوقتي وما زلنا مولعين، انا لسه طافيه بس لقيت درجه الحراره واصله 34، فبالنسبه لهم عاليه دلوقتي، واحنا هنوسع. فهنطلع دفايه بره، ندفي المكان اللي بره قبل ما نوسع، وهوريكم دلوقتي باذن الله برضو التوسيع معانا خطوه بخطوه، بس يشربوا ميه عشان لما نوسع لهم يبقوا اكلين وشاربين، ما يستغربوش المكان. هنطلع نفرد التبن بره الاول، وبعد كده هنشيل الحجازه اللي احنا محجزين بيها دي اهي. الحجازه دي هنوسع الاول. هنفرد التبن الاول، وهناخد الحجازه نحجز بيها ورا الناحيه التانية، او نحجز بالحجازه التانية، وبعد كده نخلع دي. هنفرد الشعله بتاعت التدفئه دي هناك، ندفي المكان برضو، نوصله لنفس درجه الحراره اللي كانت هنا، عشان البط ما ياخدش برد مننا، يبقى في دفا، ونروح نسقعه الناحيه التانية فياخد برد. طبعا البط متحقن ما شاء الله، عشان الناس حتى اللي هياخدوه هيقنوا منه، هيربوه. فالبط واخد تحصين ضد الفيروسات يعني، ومحصنينه طبعا ادويه غير الحقن يعني. خليكم معايا بقى، هنوسع ونوريكم المكان بعد ما نوسع باذن الله. خليكم. رجعت لكم تاني بعد ما عملنا الحجازه، ظبطنا الحجازه وعملنا توسيعه ورا، هصورها لكم دلوقتي. بس عايزه اقول لكم حاجه الاول قبل ما نبدا اوريكم التوسيع والتحجيز وكل حاجه. عايزه اقول لكم لو انت كست بيت منزله 2000 بطايه، فسهل جدا جدا ان انت تخدميهم بنفسك، مش محتاجين عامل، مش محتاجين انت تطلعي عليهم عامل والكلام ده كله. طالما انت ما عندكيش شغل بره او ما عندكيش شغل تاني على قد شغل بيتك بس، فانت ممكن تخدمي ال2000 بطايه بنفسك، مش محتاجين تعب ومش محتاجين مجهود جامد يعني زي ما احنا متخيلين خالص. لو انت وجوزك اولادك، اي حد فيكم، كل واحد قسم نفسه ان هو يروح مره يعلف، مره يسقي، حد تاني يروح، والكلام ده كله ما فيهوش اي تعب خالص. ما فيهوش بالعكس يعني، حتى لو في تعب حاجه قليله كده بيبقى لها طعم حلو ان انت بتتشجعي تعملي الحاجه بنفسك وبايدك. عايزه اقول لكم ان انا اللي فردت التبن ده كله دلوقتي، جبته من هناك، شلته من هناك وجبته هنا فردت التبن كله كده. جوزي علق الحجازه التانية اهي زي ما انتم شايفين، وعندنا الحجازه الاولانيه موجوده اهي. هنبدا دلوقتي نفك الحجازه دي كده ونفتح على البط. يعني بصوا الحجازه دي بتتعمل بمسامير اهي، هي لازم كلها تتخلع، تتشال كلها بالطريقه دي. ونشيل، نلم الحجازه دي كلها كده، وهنبدا ان احنا نفتح على البط. عايزه اوريكم كل حاجه اهو قدامكم اهو. احنا بصوا ده الفرق ما بين التبن اللي كان عليه التحضير والتبن الكويس اهو. هنقفل الحجازه التانية من هناك عشان ما يخرجوش على باقي المزرعه. انا حولت التبن ده كله، شلت التبن من هناك كله من اول المزرعه وجبته هنا وفردته بالطريقه دي. طبعا فردناه بطريقه عشوائيه كده. لما البط هيطلع هيجي عليه، هيبدا ان هو يظبط بقى الاماكن. هنشوف الاماكن اللي لسه محتاجه تبن، هنرش عليها تاني. البط اللي هيبين الحتت الخفيفه من الحتت التقيله لما يبدا ان هو يمشي عليه. عايزه اوريكم بصوا بقى فرق التبن، فرق المكان بتاع التحضير من فرق المكان ده. يا رب تكونوا شايفين. عايزه اعمل لكم زوم شويه. طبعا المكان التاني غامق، مكان التحضير، مكان البراز اللي عليه، مكان الميه اللي كانوا بيشربوها. التبن ده نضيف، هيبداوا يخرجوا كلهم هنا. هنبدا نجيب العلافات نوزعها في المكان كله طبعا. يعني احنا هناك العلافات والسقايات مظبوطه زي ما هي، هنزود هنا بس علافات وسقايات. ظبطت الحراره هنا، وصلتها ل 31 درجه زي ما هي هناك دلوقتي. هي هناك 31 درجه، وانا وصلتها هنا برضو. علقت الترمومتر اهو، علقت ترمومتر الحراره اهو. البط طبعا هيبدا كله يجي في المكان الجديد، لانه خلاص يعني هيبقى مبسوط بيه يعني. محتاج ان هو بقى يغير، خلاص المكان دوك قعد فيه بقاله اسبوع ولا حاجه. فبصوا هيبدا يجي كله بالطريقه دي كده. حبيت اوريكم المنظر ده.
البط بدأ ان هو يجي خلاص، بيجري من جوه على بره اهو. هحاول اعمل لكم زوم لان انا واقفه بعيد عشان ما يخافش مني. بصوا اهو جاي يجري يجري ومبسوط. طبعا نص البط كله جوه، لكن ده الفئه اللي طلعت يعني مبسوطه جدا، عماله تجري ومبسوطه بتغيير الفرشه بتاعتها والوسع كمان. بصوا زي ما انتم شايفين كده اهو، ما شاء الله الله اكبر، طالعين بيجروا مبسوطين وعمالين بقى ينكشوا في التبن اللي تحتيهم اهو. بصوا الباقي اهو، طبعا الباقي اصلا اللي مستخبي ورا مش شايف، لازم اشيل حجازه شويه كمان عشان كلهم ينتشروا كده قدامكم تشوفوا شكلهم وهم خارجين من المكان اهو. دول شويه اللي خرجوا وطلعوا. حاول ان انا اشد بس عشان انا قصيره جدا فبشدها بصعوبه، يعني بحاول ان انا مش طايلها اصلا اهو. شلت الحجازه اهو اهو. كل دي هتتلم كده، كل دي هتتلم انا بحاول المها يعني كده شويه اهو. بصوا انا قصيره جدا اصلا يعني اهو اهو. بصوا الفرق اهو ما بين ده وما بين ده. نظبط التبن برضو كده، وهم اول ما يخرجوا اصلا يلعبوا كده على التبن هيظبطوه خالص. اصور لكم بقى البط وهو خارج، هو لسه ما شافش المكان اصلا. شلنا الحجازه كلها اهو، شلنا كل الحجازه اهي في جنب كلها اهي. هنخرجها بره بقى ونشوف البط بصوا مبسوط، كله ما بيجري ورا بعضه فئه واحده زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا احنا كده مخدناش المزرعه كلها، احنا لحد دلوقتي كده اخدنا حوالي تلتين المزرعه او ما كملناش، او النص كمان، النص بتاع المزرعه والنص التاني فاضل. لان العنبر ده يعني بالظبط كده حوالي 450 متر، فهو ما شاء الله كبير، يعني ياخد اصلا اكتر من ال 3400 اللي احنا منزلينهم دول، ياخد اكتر بكتير. بس احنا نزلنا على قد السيوله، وكمان بننزل علف بالاجل مش بننزل علف كاش يعني على الدورة. احنا بعنا امبارح 500 ودفعنا منهم فلوس علف البط اللي كنا سحبناه يعني، وفلوس كمان علف اللي هياكلوه لسه. فاحنا ماشيين بالطريقة دي كده اهو. دي كانت التوسعة بتاعتنا، وده كان منظر البط بتاعنا. طبعا كله هيخرج دلوقتي على الحجازة. هو لسه مستغرب بس المكان التاني، لكن وعشان واكل وشبعان كمان هنبدأ ان احنا نوزع دلوقتي اطباق التحضير والسقايات الناحية التانية. واحتمال النهاردة بإذن الله نشغل المسقى ونشيل كل السقايات دي، هتبقى سهلة بالنسبة لنا جدا. مش هنحتاج طبعا مش هنحتاج طبعا يعني نشيل نسقي كل شوية او نملى البرميل او اي حاجة من الحاجات دي. هنبدأ بقى ان احنا نلم الطباق اللي ملهاش لازمة، اللي هي محطوطة بطريقة عشوائية يعني. منظر التوسيع حبيت اعمل لكم كل حاجه قدام عيونكم عشان تشوفوا. للناس اللي كانت بتقول لي صوري كل يوم، شجعوني بقى بلايك حلو للبط ده، واكتبوا كومنت حلو لو نسيت اقول اي حاجه عملتها نسيت اقولها يعني. او اي حاجه عايزين تستفسروا عنها بخصوص دوره البط دي، اكتبوا لي في الكومنتات تحت، واعملوا لي لايك واعملوا شير واعملوا سبسكرايب للقناه. واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.